يا أهلا وسهلا فيكم يا صبايا، طمنوني عنكم، شو الأخبار؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد، وفيديو اليوم إن شاء الله تعالى رح يكون في روتين جوا البيت، وكمان رح يكون هيك في مقاطع برا البيت. وآخر الفيديو رح حط لكم هيك شوية مقاطع من حفلة الحنة والعرس إن شاء الله تعالى. يعني صورت لكم هيك كتير مقتطفات صغيرة، فإن شاء الله يا رب هيك تتسلوا معي بهذا الفيديو. ويلا يا حلوين، إذا كنتوا عم تتابعوا قناتي لأول مرة مو مشتركين بالقناة، اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الإشعارات ليوصلكم كل جديد أنا عم نزله. وأكيد ما تنسوا تحطوا لي لايك على هذا الفيديو، اللايك بيشجعني وبيخليني استمر. ويلا خلونا نسمي بالله ونبدأ بالفيديو مع بعض. هلا بعرف اني تأخرت عليكم شوي بالفيديو، كان المفروض ينزل قبل بيوم، بس بصراحة عن جد كنت هيك مشغولة شوي، ملتاشة، كان عندي شوية امور. فان شاء الله بتعرفوا بالفيديوهات الجاية حيكون في تصوير واشياء جدا متعبة، بس ان شاء الله رح شارككم كل التفاصيل يلي رح تصير بالفيديوهات الجاية. عنا شغل كتير، بس ما رح احكي هلا عن شيء، ان شاء الله بالفيديوهات الجاية بتعرفوا، بس بتوقع انه تكونوا حذرتوا. يعني فالفيديوهات الجاية رح يكون بقلبها شغل كتير وحماس كتير وافكار كتير حلوة ان شاء الله تعالى. وكالعادة هيك الصبح عملت لي كاسة نسكافيه نشربها، نروق فيها، ناخد فيها طاقة هيك لنكمل يومنا. فهلأ هون يا حلوين عم ساوي الغدا، بس حبيت فرجيكم هذا السمك. هذا السمك له قصة، يعني عن جد أنا وقت اللي سمعتها ما بعرف هيك بتحسوا بكش بدنكم، يعني القصة كتير غريبة. هذا السمك اسمه عصا موسى، فإله قصة إنه هذا السمك مثل ما عم تشوفوا، شوفوا كيف بيجي هو هيك شكله، من طرف بيجي هيك إله الجلد، من طرف التاني مسلوخ. وهاي السمكة بتيجي إلى عين وحدة مثل كأنه مقسومة نصين، هي ما أنا مقسومة نصين، هي هيك شكلها، هي هيك الله خلقها، بس هي يعني بتيجي مثل كأنه مقسومة نصين. وهاي القصة إنه بيقولوا إنه هذا السمك وقت سيدنا موسى عليه السلام شق البحر، فوقت انشق البحر هاي السمكة كانت موجودة، فهاي السمكة كمان انشقت هيك، عرفتوا كيف؟ فصارت إنه بهذا الشكل من هداك الوقت. هيك بيقولوا، ما بنعرف إذا صح 100% ولا لا، بس هاي هيك السمكة بيقولوا عنها هيك قصة. وكمان سموها سمكة عصا موسى. فسبحان الله، شوفوا بتحطوا السمكتين جنب بعض بيطلعوا سمكة وحدة، وهن لا سمكة وحدة، هن سمكتين مو سمكة وحدة. فهمتوا علي؟ فسبحانك يا رب عن جد، سبحان الله، السمكة كتير غريبة. فنحن وقت اللي بنجيبها بنخلي الزلمة انه ينظف لنا اياها ويشيل الجلد تبعيتها. فزوجي شو عمل؟ خلى بس تنتين، ما شال الجلد عنهم، يعني ما شالهم، مشان صور لكم اياهم وفرجيكم اياهم واحكي لكم عن قصتها. فهلا انا هدول السمكتين لازم هلا نظفهم، قص راسهم وشيل كمان هاي الطبقة، طبقة الجلد. فسبحان الله هي كيف بتجي انه إلا طرف واحد، عين وحدة بس، الطرف الثاني ما له عين ولا له جلد. فسبحانك يا ربي عن جد في شغلات بالدنيا لسه كتير شغلات يعني غريبة، سبحان الخالق. لا هذا السمك بصراحة طيب. هلا شوفوا في حسك، مو انه ما في، بس ما انه هالحسك يلي كتير، لا انه خفيف. فوالله هيك كنت متبلته قبل بوقت، غاسلته طبعا، متبلته بالليمون، الخل، الليمون، الثوم والبهارات يعني. وهلأ هيك بلكه بالطحين وبقلي. وأكيد ما رح أنسى أني أتشكركم على كلامكم الحلو وتفاعلكم على الفيديو الماضي، وكلياتكم حبيتوا الفستان. كل التعليقات كانت إنه الفستان بجنن ولونه حلو. كتير انبسطت إنه عجبكم. وكمان في منكم كتير سألني إنه من وين جبتيه، وحطينا الرابط حبايبي. هذا الفستان أنا وصيت عليه من شيئين، ونزلت لكم بالمنتدى رابط الفستان، يلي حابة تروح تشوفه افتحوا المنتدى وروحوا شوفوا، أنا نزلت لكم إياه ببوست. فحاسة إنه هذا الفستان انتشر من بعد ما يعني صورته، عملت لهم إعلان ببلاش بصراحة. فعن جد هذا الفستان رائع، يعني اللي بيشوفه على الموقع وبيشوف الصورة ما بيخطر بباله إنه يجيبه، لأنه هو مبين بالصورة عادي جدا، بس على الواقع وعلى اللبس يعني بصراحة حسيت هذا أحلى فستان بجيبه بصراحة، كتير هيك مميز. لا بدي أحكي لكم شغلة، أحلى شيء بالحفلة الحنة أو بالعرس، بتعرفوا يعني كلها كانت الحفلات برعاية شيئين.
يعني هالشيئين شو طاشش الدنيا، يعني ما في حدا إلا ما عم يلبس منه. كل الحفلات، كل الأعراس، كل المناسبات بتلاقوا كل البنات كله مصيب من شيئين ولابس شيئين. يعني أنا وقت جبت هذا الفستان كتير صرت شوف فساتين وصور وهيك، فبالحفلة يعني أنا هدول الفساتين كلهم أنا كنت شايفتهم بشيئين وشفتهم على الواقع، فعن جد ما شاء الله الفساتين كتير حلوة كتير تقيلة. يعني ما شفت فستان من شيئين وحدة لابسته إلا كان بجنن وحلو وتقيل. يعني عن جد ما شاء الله، تقولوا عن جد جايبينهم من محلات كتير فخمة. فنطلع هيك انه كيف هيك كلياتنا لابسين من شيئين ونضحك، يعني انه كيف الحفلات كلها صارت برعاية شيئين. فحلو بصراحة، يعني بحس انه سهل كتير علينا. يعني الفساتين مو بالسهل الواحد هيك يلاقي فستان حلو ماشي حلوة مرتبة وكمان بسعر يكون يعني السعر مقبول. بصراحة اغلب الفساتين الحلوة والتقيلة بالمحلات عم بتكون كتير غالية، السعر عم بيكون بصراحة كتير هيك غالي مبالغ فيه. بس وقت بتشوفوا الاسعار على شيئين والخامات والفساتين اللي عم توصل بصراحة حلوة، يعني حلوة. أنا ما كنت متوقعة هيك، كنت أول مرة أنا بوصي فستان من شيئين وخايفة إنه ما يطلع مثل الصورة، ما تطلع حلوة. بس وقت اللي وصل وشفت كمان بالحفلة كيف الكل لابس من فساتين شيئين وشفتهم بالواقع، عن جد تفاجأت بصراحة. وهلأ هون يا حبايبي هيك خلصت الغدا، صار جاهز. الله يديم علينا النعمة ويرزقنا ويرزقكم يا رب العالمين. وهلأ هون طلعت مشان اشتري كعب تحت الفستان. قلت لو اني موصية الكعب من شيئين بس كمان كنت خايفة انه ما يجي على قياس رجلي شي يطلع صغير شي يطلع كبير، قلت خلص لا بروح بشتري. فانا كنت حاطة براسي انه بدي لون فضي، لأنه بيلبق الفضي كتير مع الخمري يا بده ذهبي تحته يا أما بده فضي. بس أنا أكتر شي كنت حابة إنه جيب الفضي لأني بدي لبق الإكسسوارات يكونوا كلهم باللون الفضي، فكنت حاطة ببالي إني جيب الفضي. وصرت افتلكم بهالمحلات وما بقى لاقي شي بصراحة كتير مناسب. يعني هلأ هون كنت موصية صبية على هيك كم شغلة كمان. هاي الصبية بتشتغل بشيئين، بتجيب هيك أشياء من شيئين يعني. فأخذت الكيس وهلأ فرجيكم شو أخذت من عندها بالبيت إن شاء الله بصور لكم. فهيك والله بلشت ادخل على المحلات وافتل. ما قدرت اصور لكم كتير لانه يعني كان في زحمة بصراحة كتير بالمحلات، وقت بيكون في عالم كتير فما بقدر انه بصور مشان ما ضايق حدا. فهلا بس ارجع على البيت بصور لكم الكعب يلي اخذته، بصور لكم الاشياء يلي اخذتها من هاي الصبية. مثل ما قلت لكم هاي الصبية تشتغل يمكن وسيطة بشيئين أو هيك شي، عندهم جروبات على الواتساب أنا مشتركة فيهم، بيبعتوا صور وكل ما عجبني شي مثلا بوصي باخدهم عن طريق مثلا إنه توصيل، هي توصل لي إياهم مثلا وتاخد أجار التوصيل، أو أنا أروح لعندها وأخذ الأغراض من عندها. وهون كمان حبينا هيك ننزل الأولاد يلعبوا شوي بالألعاب الحديقة. هلا بتعرفوا بالنهار إيه كتير شو بالشمس حامية، بس بالليل لسه مقبول يعني الجو إنه لسه بيقدروا هيك ينزلوا يلعبوا. إن شاء الله هيك الجو يضل بالليل مقبول يعني. فهلأ هون يا حبايبي بعد ما رجعنا على البيت أمنت على الأولاد نيمتهم وقلت بدي صور لكم الأغراض يلي جبتها. بعرفكم بتحبوا هاي الفقرة، فقرة تسوق وهيك أشياء، مشان هيك أنا بحب إنه أصور لكم لأنه بعرف إنه أنتوا بتحبوا هيك أمور حبايبي. فأول شيء أخذت هاي لبنتي نحن بنسميها كلاشة، ما بعرف شو بتسموها، المهم فأخذتها حسيتها هيك كتير حلوة، بتلبق على الفستان يلي بدها تلبسه، حلوة وناعمة وما فيها كعب يعني ما بتضايق، كتير مريحة. فبصراحة حلوة حسيتها ومناسبة لعمرها. هلا هون رح فرجيكم الكعب يلي اشتريته. هلا ما تنصدموا اول ما حطالعه. شوفوا هو الفستان اصلا يلي انا جبته شفته كتير سادة، فبده شيء تحته هيك عم يلمع ويبرق تمام، وعرس يعني اجباري بدنا نجيب شيء عم يبرق وبيلمع. وصدقوني انه كتير لبق للفستان. يعني بعد ما اشتريته وقسته تحت الفستان بصراحة قلت المنيح اني اخذته، لانه عن جد لبق معه كتير كتير طلع حلو. فوالله هي يا حبايبي بعرف انه هيك عبيلمع كتير، بس يعني مناسب لعرس ومناسب للفستان يلي اخذته. فانتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالكومنت، اكيد انا عم بستنى كل تعليقاتكم وكل آرائكم.
وحتى ما حبيت اني اخده كتير عالي، بصراحة ما بقدر البس العالي كتير، مو متعودة. فقلت هيك يعني والزيادة، يعني كمان ما بدي انه البس شي ماني مرتاحة فيه، انه بس مشان انه والله لابسة عالي. طيب يعني اذا انا ماني مرتاحة فيه ورجلي حيوجعوني، لا ليش، خلص بشتري شي اني اقدر البسه واقدر ارتاح فيه. وهلأ هون رح كمان فرجيكم باقي الأشياء يلي وصيت عليها. فبصراحة التغليف فاجأني، هيك التغليف كان كتير حلو، معتنيين بالتغليف. فهلأ أول شي وصيت على هدول الحلق. هدول الحلق أنا وقت شفتهم بالصورة يعني بصراحة كتير كتير حبيتهم. موديلهم غريب وكتير حلوين. رح أحط لكم صورة الحلق على اللبس كيف بيطلع، لأنه ما رح يبان عليكم هيك كتير هو ناعم. فقلت بحط لكم الصورة لحتى أنه يبان عليكم على اللبس كيف بيطلع. فعن جد كتير حلو وناعم وما غالي على فكرة، 5 دراهم تخيلوا يعني. ما غالي أبدا. بس بالنسبة للنوعية بصراحة ماني متأكدة من النوعية 100% إذا حيمح ولا لا. فما بعرف يعني، ما جربته لسه، يعني ما جربته بس هيك انه حطيته شوية شفته عدان وبعدها شلحته يعني. فما بعرف نوعيته كيف، اذا منيحة ولا لا. واخذت كمان هدولي مجموعة مرطبات. بصراحة كتير حلوة، كتير كتير حلوين. وحتى صحيح انه مرطبات بس فيهم لون كتير خفيف، فحلوين بصراحة. يعني انا بحب هيك اشياء كتير. وهون كمان وصيت على مجموعة فيونكات. شوفوا لي شو حلوين، عن جد بيجننوا، كتير حلوين. فهلأ شوفوا هن شوي هيك من عهوى يعني مانن مضبوبين، فجعلكوا شوي بس لازم نكوي. من بعد ما كويتهم أنا يعني طلعوا بيجننوا كتير حلوين. هوني مثل ما قلت لكم عهوى مانن مضبوبين فتجعلكوا شوي. فحلوات على الشعر كتير، اللي كان بدي استخدمهم لبناتي حتى أنا حطيت منها، فكتير حلوة عن جد. يعني اللي كان كبار ولا صغار عادي، مو بس لصغار، حتى نحن فينا نحطهم. بس طبعا حاول اللبس يعني حسب إذا بيلبق لللبس اللي انتي لابستيه ولا لا. بس بصراحة كتير حلوات، كتير عجبوني، نوعيتهم حلوة. وجبت منهم اللون الخمري والزهري، وجبت كمان وحدة أسود وكمان وحدة أبيض. هيك جبت هاي الألوان تقريبا بتلبق على كل اللبس، يعني جبت كل الألوان فينا نلبسها على كل الثياب يعني. وبس والله يا حبايبي هيك كانوا الأغراض. وأكيد أنا عم بستنى رأيكم، كتير بحب إني شوف آرائكم. وهلأ حبايبي رح خليكم مع شوية مقتطفات هيك صورت لكم إياهم من حفلة الحنة، من العرس كمان. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو. هلأ بدي ودعكم، ما تنسوا اشتراك للقناة، لايك للفيديو، وأكيد عم بستنى كل تعليقاتكم الحلوة. ويلا إن شاء الله بشوفكم على خير، مع السلامة.